خلص موسم الزمالك على ألف خير، وشكرنا اللي كان يستاهل الشكر وانتقدنا اللي قصر. ولكن احنا دلوقتي قدام أكتر ملف الجمهور بيهتم بيه وبيستناه، وهو ملف الصفقات. امبارح كنت قاعد بكتب حلقة للاعب برشحه للزمالك في مركز صانع الألعاب، لاعب أفريقي بيلعب برجله اليمين برجله الشمال، الدنيا زي الفل. ولكن مرة واحدة كده لقيت فيه سؤال بيدور في ذهني: الله، انت هتتكلم على صفقات وانت اصلا القيد بتاعك مقفول؟ وعشان كده عزيز الزملكاوي، في الفيديو ده انا هكلمك عن ايقاف القيد، وهل ادارة الزمالك هتقدر ان هي تفك ايقاف القيد ده ولا مش هتقدر. بص، من الاخر كده الفيديو ده هيبقى فيه كل حاجة انت محتاج تعرفها، فيه الخلاصة كلها بتاعة الصفقات بقى بتاعة ايقاف القيد. هل انت اصلا بعد ما تدفع المديونية بتاعتك للفيفا هيتبقى معاك فلوس ان انت تروح تعمل بيها صفقتين تلاتة تقال يسندوك في دوري الابطال؟ ده بالظبط اللي هنتكلم عنه في فيديو النهارده. كمان هنتكلم عن معلومات مهمة جدا وحاجات كتيرة جدا حصلت بعد خسارة نهائي الكونفدرالية تحديدا. ولكن قبل ما نبدأ كلامنا، حابب اقول لك كل سنة وانت طيب بمناسبة عيد الأضحى، ويا رب كل سنة واحنا مع بعض وانتم بتسمعوا صوتي دايما كده. كمان حابب افكر حضرتك انك تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الزملكاويه، وضروري عزيزي الزملكاوي انك تعمل لايك. طيب، بسم الله. بعد خسارتك للكونفدرالية، او ممكن نقول عليها خسارتك ل3 مليون دولار اللي هم 150 مليون جنيه، كان في حالة فوضى كبيرة جدا بالنسبة للفلوس اللي انت خسرتها دي. ده انت مش بس خسرت بطولة، ده انت كمان خسرت فلوس كانت حرفيا قادرة تحللك جزء كبير جدا من مشاكلك. واللي حصل كالآتي: بعد الخسارة تم اجتماع اللعيبة مع الجهاز الفني، مع جون ادوارد، مع ممدوح عباس وبعض رجال الأعمال الزملكاوية. كان الكلام داير على ايه؟ على والله يا جماعة انتوا خسرتوا النهاردة 150 مليون جنيه، بس فداكم، احنا واقفين في ظهركم وهنساندكم وهنعوضكم بالفلوس اللي خسرتوها دي، ولكن بشرط. ايه هو الشرط ده؟ ان انتوا تكسبوا الدوري. اصل مع احترامنا ليكم، يعني احنا مش هنروح ندفع فلوس من جيوبنا عشان نفك القيد لفريق هيلعب في الكونفدرالية. والله خدتوا الدوري وهتتأهلوا لدوري الأبطال كان بها، وهنعوضكم كمان بال150 مليون جنيه ويمكن أكتر. إنما بقى أي سيناريو تاني هيحصل فمعلش احنا مش هنقدر نكون جنبكم، ومش هنقدر ان احنا ندعم الفريق، وبنعتذر لحضراتكم. ده بالظبط الحوار اللي حصل ما بين رجال الاعمال ولاعيبه الزمالك. وخلي بالك الكلام ده مش انا لوحدي اللي عارفه، الكلام ده اتقال في التلفزيون ومن اكتر من مصدر موثوق. جايز انت بقى ما تكونش اخدت بالك منه، جايز ما تكونش شفته اصلا، فواجب عليا ان انا افكرك بيه واعرفك بيه. المهم، الحمد لله الزمالك توج بالدوري وتأهل لدوري الأبطال، والدنيا أصبحت تمام. لحد الوقت اللي بكلمكم فيه ده في محاولات في تجميع المبلغ وبأكتر من طريقة. عندك مثلا رجال الأعمال بيساندوا من ناحية، والمجهودات الكبيرة اللي بيعملوا دلوقتي الابليكيشن بتاع الزمالك. خلي بالك الابليكيشن ده فتح لك مزايا تقدر تستفاد منها، بعيدا طبعا عن موضوع الاشتراكات. بس لو انت مثلا عايز تحط صورتك على اتوبيس الزمالك بتدفع رقم محترم فلوس يعني، عايز تتصور مع درع الدوري في المتحف بتاع الزمالك بتدفع فلوس، عايز تروح تتصور مع اللعيبه في التدريبات برضه بتدفع فلوس. كل دي مزايا دلوقتي بيقدمها لك ابلكيشن الزمالك. وخلي بالك الموضوع ده من وجهة نظري حاجة محترمة جدا. يعني زمان يا جماعة احنا كنا بنشوف ايه؟ كنا دايما نشوف دعموا الزمالك، ابعتوا تبرعات على الزمالك، مش عارف ايه الكلام بقى اللي احنا كنا بنسمعه ده. لكن دلوقتي الموضوع اصبح انت بتاخد خدمة وبتدفع عليها مقابل مادي. الموضوع ما بقاش انت بتمن على الزمالك بحاجة، لا، انت بتدفع فلوس وبتاخد عليها مثلا اخبار خاصة بيك او حصرية بيك، هتدفع فلوس، اسمك هيتحط على الاتوبيس، صورتك هتتحط على الاتوبيس، وهكذا. اللي انا بقى عايز اكلمك فيه ان المديونية اللي موجودة على الزمالك دلوقتي دي، اللي هي باذن الله يعني هتدفع ايا كانت بقى الطريقة، سواء هيعملوا بقى تسوية للمديونية، سواء هيحاولوا يأجلوا الامور شوية مع الفيفا، ايا كان. بس كل اللي انا عارفه ومتاكد منه ان شاء الله ان الرجال الاعمال بتاعت الزمالك مش هيقبلوا ابدا ان النادي ما يشاركش في دوري الابطال عشان ايقاف القيد. كمان الابليكيشن حل حوالي 3 أو 4 قضايا من اللي موجوده على الزمالك. يعني على ما اعتقد كده ان المكنه مش عطلانه، لا بالعكس، في حاجات جديده بتحصل وفي تطورات كل يوم بتحصل. طيب، ده بقى كان بالنسبه لايه؟ بالنسبة هل احنا هنشارك في دوري الابطال ولا لا من خلال موضوع ايقاف القيد ده وتسوية المديونية مع الفيفا. طيب نيجي بقى لناحية الصفقات. هل انا بعد ما ان شاء الله اقدر اسدد الفلوس اللي عليا للفيفا هيتبقى معايا فلوس اصلا ان انا اجيب بيها صفقات؟ هنا بقى الكلام كله يا معلم، لان قولا واحدا كده ما اعتقدش ان هيبقى معاك فلوس انك تروح تجيب بيها صفقتين 3 تقال وبارقام محترمة ولعيبة تقدر تشيلك في دوري الابطال.
تقول لي يا كابتن هادي طب نعمل ايه؟ ما قدامكش حل غير ان انت تبيع لعيبه من عندك. ايوه يا معلم، لازم تقتنع ان انت دلوقتي بتمر بظروف منيله ب60 نيله تستحق ان انت تضحي بمشاعرك واحاسيسك عشانها. يعني ايه؟ يعني وانت بتبيع لاعب طلع حته الحب والكره بره المعادله خالص. في لعيبه هم حرفيا عالة علينا ومش بنستفاد منهم، وعندك امثله كتيره جدا. خلي بالك برضو من جزئيه ان سكواد الزمالك كبير، وبرغم ان هو فيه عدد كبير من اللاعبين، ولكن انت الموسم اللي فات ده اللي احنا كسبنا في الدوري 13 او 14 لاعب بس هم اللي كانوا بيشاركوا بصفه اساسيه. الشله بقى بتاعت احمد شريف وعمرو ناصر واحمد ربيع ومحمود جهاد واللعيبه دي كلها محتاجه تاخد استماره 6 وتروح على فرق منتصف جدول. بص هتقول لي بقى اصل يا كابتن هادي احمد ربيع ما خدش فرصه كامله، تقول لي اصل يا كابتن هادي عمرو ناصر كان مصاب. ماليش دعوه، دي لعيبه يا معلم كل دقيقه بيقعدوها في النادي محسوبين علينا وبياخدوا عليها ملايين. واحد زي احمد ربيع ده بسبب مستواه انا ما كنتش عارف اشاركه في نهائي الكونفدراليه عشان مستواه لا يؤهله انه يلعب مباراه زي دي ومع ضغوط زي دي. ومع ذلك برضو انت في لعيبه تانية المفروض يكونوا هم دول الهدف بتاعك في تسويقهم، ان انت تطلع بارقام محترمه من خلالهم. واحد مثلا زي حسام عبد المجيد، واحد زي الجزيري، واحد زي بنتايج. عارف والله ان انت ممكن تسمع اسم او اتنين عقلك ما يستوعبش ان انت دول ممكن ما تشوفهمش تاني في الزمالك، ولكن لازم ده يحصل عشان تقدر تحل مشاكلك. وعلى فكرة نفس اللي حصل بالظبط مع دونجا وناصر ماهر، برغم ان هما اتنين لعيبة انت ممكن تكون بتحبهم على المستوى الشخصي ومش مستعد ان انت ممكن ما تشوفهمش تاني في سكواد الزمالك، ولكن لازم نعترف ان حضرتك لو ما كنتش بعت دونجا وناصر ماهر انت ما كنتش هتقدر تحقق الدوري الموسم ده. قصدي ان ده كان من ضمن الاسباب الكتيرة اللي خليتك تاخد الدوري. اللعيبه ما كانتش بتقبض فلوسها. تصريح محمد اسماعيل في التلفزيون وهو بيقول لك احنا فرحنا لما دونجا وناصر ماهر مشوا عشان بس نقبض فلوسنا، دي توضح لك كل شيء. وعموما عزيز الزملكاوي لو عايزني بقى اتكلم بالتفصيل اكتر عن مين اللاعب اللي يمشي ومين اللاعب اللي يستمر وازاي نكون حجر الاساس للموسم الجديد، اكتب لي تحت في الكومنتات وباذن الله هعمل فيديو عن الموضوع ده. زي ما قلت لك بالنسبه لفكره ايقاف القيد وتسويه المديونيه مع الفيفا، فهو امر بنسبه 99% باذن الله هيتحل. ولكن القلق بالنسبه لي بقى تكمن في فكره انت هتعرف تجيب صفقات كواليتي تسندك في دوري الابطال، ولا هتجيب صفقات زي اللي انت عملتها في الموسم اللي فات اللي هي كانت من البنك الاهلي والزد وحرس الحدود زي كل سنه. لازم برضو تبقى عارف ان الزمالك عنده ثغرات كتيره جدا وفي مراكز كتيره جدا محتاجه تدعيم. الحل بكل بساطه ومن وجهه نظري مش هيجي غير من خلالك انت، من خلال مدير تعاقدات شاطر وجمهور ما بيعيطش على لاعب لما بيمشي من عنده. وفي الحقيقه عزيز الزملكاوي انا واثق جدا في حته مدير التعاقدات الشاطر دي، انما جمهور ما بيعيطش على لاعب لما بيمشي من عنده دي اللي اشك فيها شويه. باذن الله استناني بكره في فيديو مهم جدا عن كابتن معتمد جمال، وهل كابتن معتمد جمال يكمل مع الزمالك ولا ما يكملش مع الزمالك. خلي بالك احنا خلاص قفلنا بقى صفحه ايه الدوري اللي فات والموسم اللي فات، ولازم نركز على الموسم اللي جاي. عندنا مشوار صعب جدا في دوري الابطال، اتمنى ان هو ينتهي نهايه سعيده مع الزمالك. كمان عندنا مشوار صعب في الدوري، لازم صفقات تكون على قدر المسؤوليه بصراحه. يعني كان معاكم مادي هشام، مع السلامه.